السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحب بكم شوشو في الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله كامل تكونوا في احسن الاحوال. الوصفة نتاعنا اليوم كيما راكم تشاهدوا وصفة الجمال، وصفة الابداع، وصفة تستاهل حبيبتي انك تشاهدي الفيديو للاخير. راح نحضروا مع بعض خبز الورود لكل الاطباق او لتزيين كل الاطباق، تحتفظي به مدة طويلة. وايضا عندنا دجاج بذوق الشاورما بطريقة روعة، يعني الفيديو ولا اروع. اذا شفتوا حبيباتي الفيديو يستاهل، ما تبخلوش عليه بهذاك الجمال، الله يرضى عليكم. وايضا ما تنساوش الاشتراك لاول مره تدخل القناه، وفعلوا الجرس هكا باش يصلكم كل جديد حبيباتي. ودائما كل وصفه نبداوها ما نساوش الصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ونبداو مباشرة. أول حاجة راح نحضروا هذا الخبز ولا خبز الورود، هو خاص بتزيين الأطباق بما أننا على شهر أو على قدوم الشهر المبارك، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. تحضريهم حبيبتي وتخبيهم، تحاولي يعني أو تزيني بيهم الأطباق نتاعك. لاحظوا هنا عندي كاس نتاع حليب، الحليب لازم يكون دافي، زائد ملعقة نتاع خميرة الخبز، وبيضة كاملة مع رشة نتاع الملح. نخلط هذه المكونات مع بعضهم، نأكد الحليب نتاعك يكون دافي شوية. والآن راح نحط كاس نتاع الفارينة، نخلط هذه المكونات، نحاول أني نخلطهم شوية وننقص من هذا الخليط، لأننا راح نصنع عجينة باللون الوردي نتاع الورود، وعجينة باللون الأخضر اللي نصنعوا به هذوك الأوراق. لاحظوا نقص هنايا شوية الكمية. والآن نبدأ نخدم في العجينة نتاع الورود. نحط الفرينة اكيد ما عندناش يعني مقدار معين، حتى نتحصلوا على عجينه تكون نوعا ما مايله الى انها تكون ناشفه شويه هكا باش نقدروا نتحكموا فيها. نحط ونعجن. لاحظوا اخواتي، يعني هذا الورود روعه حبيباتي كما شاهدتوهم، يخلوا المنظر نتاع الاطباق نتاعكم ولا الطاوله نتاعكم تكون زاهيه، تكون ابداع حبيباتي. انا متاكده باللي كي تحضريهم وتحطيهم في وسط الطاوله نتاعك اكيد راح تبهري الجميع، خاصه الضيوف ولا أصحاب البيت لما لا يستاهلوا حبيبتي هذا الإبداع. هنا لاحظوا، هنا نحط في الملون الأحمر. يعني نورمالمو أو من المفروض نحطه كي كان الخليط سائل أحسن باش يسهل لك أنه يتخلط مع العجينة، لكن أنا هنا معليش حطيته مع العجينة. نحاول أني نعجن العجينة منه أنه اللون يندمج مليح، وأيضا لازم تعجنيها شوية باش تكون العجينة نتاعك ناجحة. ونحطها نخليها حتى تختمر. ونفس الشيء مع الخليط الثاني، حطيت له اللون الأخضر وعجنته ونخليه هو ثاني يزيد يختمر. لاحظوا هنا في العجينه بعد ما اختمرت، لاحظوا في القوام تاعها لازم تكون ماهيش طريه بزاف وماهيش ناشفه، يعني بهذا القوام اللي راكم تشاهدوا فيه حبيباتي، لانك اذا طريتي العجينه ما تقدريش تحكمي في الشكل نتاع الورود. والان نفتحها مع رشه نتاع الفرينه اكيد باش ما تلصقناش العجينه. لازم تديريها رقيقه لانها فيها الخميره راح تتفاعل كما لاحظتوا في الشكل نتاع الورود نتاعنا، رغم اني رققتهم جيدا ولكن تتفاعل الخميره. لاحظوا. والان راح نقطع الدوائر. انا هنا عندي طابع مدور لكن جاني الحجم نتاعو كبير، ما نحبهمش يكونوا كبار بزاف. حاولت اني نقطع بهذا الكاس، وانتي اكيد اذا تحبي الورود نتاعك يكونوا صغار تقدري تقطعي بالحجم اللي يكون صغير، هكا يجوا الوردات نتاعك اصغر. نكمل العجينه كامل، نحاول اني ننزع هذا الزوائد. هذه العجينه راهي تحط لك كميه ما شاء الله من هذا الورود. والان هنا لاحظوا الطريقه اللي راح نصنع بها هذا الورود، طريقه سهله جدا. هنا لاحظوا عندي 6 دوائر نحطهم بهذا الشكل. الصورة راهي واضحة حبيباتي، يعني أحسن من التعبير. بهذا الشكل ونحاول أني نضغط في الوسط. آه آه لاحظوا بهذا الشكل، حاولي تضغطي مليح هكا باش من بعد نقدروا نقطعوهم في الوسط بكل سهولة. وتحاولي أيضا بواسطة الأصبع تحاولي تضغطي مليح باش ما يتفتحوش، وترولي بهذه الطريقة. روعة حبيباتي، يعني إذا تحبي تحضري هذا الورود لازم لك حبيبتي البال، يعني كل حاجة لازم لها الوقت ولازم لها البال هكا باش تكوني فنانة في المطبخ نتاعك بمعنى الكلمة حبيبتي، لأنها كل حاجة تعطي لها الوقت تنجحي فيها. هنا نقطع في الوسط،
حاولي انك تضغطي شويه في الوسط كما تلاحظوا راهو كل شيء واضح، واقسمي تحصلي على زوز وردات، يعني هذا الدوائر يشكلوا لنا زوز وردات بهذا الشكل الجميل الرائع. بكل سهوله وبكل بساطه تحصلوا على هذا الجمال. لاحظوا اخواتي، نحاول نفتحها، حاولي تفتحيها شويه باش يكون الشكل نتاعها متناسق. نفس الشيء نزيد نعاود لكم هذه الوردة الثانية، نفس الشيء نحط 6 دوائر بواسطة اليد. حاولي انك تضغطي في الوسط، حاولي تضغطي مليح باش يلصقوا مع بعضهم، وايضا من بعد كي نقسموهم تكون الشكل نتاعها ما يخسرلكش، تكون سهله انك تقسميها في الوسط ونروليها بهذا الشكل ونقطعها ونتحصلوا على زوز وردات. حاولي تضغطي هنا في الوسط، لاحظوا بواسطة السكين بهذا الشكل. هذا هما حبيباتي خبز الورود ولا أروع. وتبعوا تشوفوا طريقة الطهي، طريقة الطهي راهي مختلفة تماما، وهما راهم يطيبوا ويجوا طايبين من داخل روعة. بما أنه ديكور يعني أكيد. لاحظوا حاولي أنك تفتحي هذوك الورقات بيدك باش تكون وردة مفتحة. نكمل العجينة نتاعي الوردي كامل نصنع بها الورود، والآن نمر إلى العجينة الخضراء راح نصنع بها الأوراق اللي راح يزينوا هاد الورود نتاعنا. أكيد دائما الوردة لازم يكونوا عندها الأغصان نتاعها باش تعطي منظر يوحي حقيقة بالوردة. هنا لاحظوا نقطعوا شرائط. هو أيضا لازم العجينة هذه نرققها، لازم ترققي حبيبتي بهذا الشكل، ونصنع مستطيلات. وهذه المستطيلات راح نقسمهم على شكل مثلثات، يعني بكل بساطة حبيباتي ما كان حتى تعقيدات لا طابع لا والو، وتحصلي على ورود لتزيين الأطباق نتاعك لكل المناسبات، يعني سواء في رمضان ولا أي مناسبة عندك ولا ضيوف ولا حبيبتي أبدعي بهذه الطريقة. لاحظوا مثلثات. هنا المثلثات اذا جوك كبار تقدري تنقصي، من بعد كي تجي تحطي على الورده اكيد راح تقيسي على الورده. هنا راني نقصت لها شويه، وهنا عندي بياض البيض، نحط بياض البيض على الورقه ونحطها على الورده مباشره. هنا نحط كل ورده نحط لها 3 وريقات نتاع كانهم اغصان او اوراق. معليش حبيباتي من كثرة ما نشرح راحت لي الهضرة. المهم أني نوصل لكم الفكرة متتبعاتي، نحب نجيب لكم كل ما هو جميل وجديد ويفيدكم. لاحظوا في شكلها ما شاء الله، يعني وردة ولا أروع. هكا نكمل كامل هذوك الورود، وتشوفوا حبيباتي طريقة الطهي اللي نطهو بها الورود هذو، لأنهم ما يطيبوش في الفور وما يتقلاو ما والو، راح نطيبوهم على البخار. لاحظوا هنا راني نكمل طريقه سهله، يعني ما تديلكش يعني بزاف الوقت. كي تشوفي هكا غير تبداي فيهم راهي تجيك سهله. هنا بعد ما كملتهم لاحظوا هنا راني صورت لكم غير هذه الحبات، لانه هنا الوقت كان يداهمني وحابه نكمل لكم الفيديو هكا باش حبيباتي تستفادوا. والعجينه اللي بقات لي راهي حطت لي كميه اكثر من هذه. لاحظوا هنا عندي الكسكاس، تحطي البرمه تاعك فيها الماء، والكسكاس اللي راح نحط فيه هذا الورود. اولا حبيباتي هنا لازم ترشيهم بالزيت. ملاحظه لازم تحطي لهم الزيت هكا باش ما يلصقولكش، لانك اذا كان ما حطيتي لهمش الزيت كي يتفوروا راح تلقي الوردات نتاعك لصقوا في الكسكاس وراح يخسرولك، مستحيل تقدري تنحيهم من الكسكاس. هنا راني نرش عليهم الزيت مليح ونحطهم في الكسكاس. هنا راني حطيت كميه اللي هز لي الكسكاس. حاولي انك تخلي المسافه ما بيناتهم باش ما يلصقوش مع بعضهم، لانه راح يضاعف الحجم نتاعهم. وهنا راني حطيتهم على البخار، لاحظوا فيهم هنا، ونغلق عليهم. لازم تغلقي عليهم وتخليهم هنا تقريبا اكثر من ربع ساعه، يعني تقريبا يعني تقدري توصلي حتى نص ساعه وهما يطيبوا، لانه البخار ما يطيبش ليه، وبهذه الطريقه راح يطيبوا من داخل ويجوا خفاف، يجوا روعه. وخليت الورد نتاعنا يطيب، والان راح نحضروا هذا الدجاج بذوق الشاورما اللي راح نزينوا به او نرافقوه مع هذا الورود. عندي الدجاج هنا قطعته كما راكم تلاحظوا، ضفت له التوابل اللي راكم كنتوا تشاهدوا فيهم.
التوابل اللي هما فلفل الكحل، راس الحانوت، الكركم، أيضًا عندنا توابل الشاورما، وعندنا راس الحانوت، وعندنا أيضًا الملح، أكيد ما نساوش الملح دائمًا، مع الخل هنا أو المطارد. إذا عندك المطارد استغناي على الخل، إذا ما عندكش المطارد حطي الخل كيما تلاحظي هنا حوالي ملعقتان كبار، مع زوز سنات نتاع الثوم، نربيهم مليح ونخلي هذا الدجاج نتاعنا شويه يمتص هذا التتبيله، ونحطه مباشره بعد ما يمتص التتبيله هذه حوالي 10 دقائق، ونبدا نقلي في هذا الدجاج نتاعنا. هنا عندي المقله حطيت فيها الزيت، ونبدا نحط هنا عندي راس نتاع بصله قطعته قطع صغيره وعلى نار هادئه اكيد متوسطه، ونخلي هذا البصل حتى يبدا يذبل، ونضيف مباشره هذا الدجاج نتاعنا كما قلت لكم حبيباتي بذوق الشاورما ولا اروع، خاصه بما انه حطينا له توابل الشاورما. نخلط مليح الدجاج مع التحريك المتواصل حتى يطيب او يبدا يطيب هذا الدجاج. نضيف له حوالي نصف كاس نتاع الماء هكا باش الدجاج نتاعنا ما يكونش ناشف. لاحظوا هنا اخواتي هو بدا يطيب، هنا ضفت له نصف كاس نتاع الماء ونخليه يكمل الطياب نتاعو حتى نتحصلوا على دجاج بذوق الشاورما ولا اروع. راح نرافقوه مع هذا الديكور الرائع جدا اللي شاهدتوه حبيباتي. درك تشوفوا الطبق نتاعنا او الوصفه نتاعنا في طبق التقديم، وصفه ابداع حبيبتي. دائما كل حاجه نحضروها بحب وباتقان نتحصلوا على نتيجه اكيد مرضيه. هنا لاحظوا في طبق التقديم في الدجاج نتاعنا كيفاه جاي شهي ما شاء الله. نحطوا ونزينوا بهذوك الورود اللي راهم واجدين، اكيد بعد ما يتفوروا ويطيبوا خليهم يبردوا حبيبتي. كما قلت لك اللي تحب تحتفظ بهم تحطهم في المجمد يبقاو لك مده طويله. لاحظوا فيهم هنا بعد ما طابوا حاولت نوضحهم لكم، هنا راهم طايبين تضغطي عليهم ما يصرى لهم والو لانهم طايبين على البخار. ونحاول اني نحطهم بهذه الطريقه باش نعطي منظر جميل جدا لهذا الوصفه نتاعنا. هذه هي حبيباتي الوصفه نتاعنا، ان شاء الله نكون افدتكم وان شاء الله توصل لكم الفكره، لانها الديكور كما يقولوا العين تاكل قبل من الفم يعني. وهذا الجمال هذا وهذا الإبداع يستاهل أنه يكون في طاولة الأكل نتاعك نتاع الضيوف ولا في رمضان ولا في كل مناسبة سعيدة. الوصفة تشهي شهيتكم في الجنة حبيباتي مع هذيك الرشة تاع الدبشة اللي حطيتها فوق الدجاج. هكا تكون الوصفة نتاعنا كاملة ومكتملة في المنظر وفي الذوق. ان شاء الله نكون برك افدتكم، وانتم اكيد ما تبخلوش عليا بهذاك الجمل الفيديو حبيباتي، فضلا وليس امرا اكيد. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله. وايضا نذكركم اللي تحب تحط تطبيقات مرحبا بها في الجروب نتاعي للفيسبوك وصفات شوشو، مرحبا بكم ايضا في الصفحه وصفات شوشو المكتوبه زائد فيديوهات. هنا راني نوضح لكم في الورده درك نقسمها تشوفوها من الداخل، يعني راهي طايبه خفيفه اسفنجيه كانها مسكوتشو، واكيد هي حضرناها على جال ديكور باش نزينوا بها الاطباق نتاعنا يعني كتزيين. وهذه هي مبقى لي غير نقول لكم تلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.